بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم بنات، ان شاء الله تكونوا بخير. وصفتنا اليوم هي هذه التشكيلة تاع الحلويات 3 انواع بعجينة واحد. العجينة تجي ذوب ذوبان في الفم، وايضا الحشو يجي معسل وطري من الداخل. والوصفة اكيد قدمتها لكم بطريقة مبسطة جدا، مستحيل تجربي هذه الوصفة او ما تنجحلكش. روحوا المقادير ذكي وطريقة التحضير. نبداو اول حاجة بالعجينة. انا كيلت بهذا الكاس 3 كيسان ممسوحين كما راكم تشوفوا نتاع فرينة أو طحين الأبيض. عندي أقل من نصف ملعقة راني وريتها لكم نتاع خميرة كيميائية، ملعقة نتاع فانيليا، والملح بلا ما تنساوه، وكاس إلا ربع سكر ناعم. أنا كانت النية باش ندير شراك العريان، بصح عارفين باللي عندي هذيك الدودة لازم نقعد نخلط ولازم نقعد نشكل في أنواع أخرى. إذا كنتوا رايحين تشكلوا ولا كنتوا حابين نديروا هذاك النوع المعسل لأنه يجي هبل، ولا إذا كنتوا حابين فقط ديروه الشراك تاع المسكر ديروا نصف كاس فقط. هنايا عندي كيلة إلا ربع نتاع مرقرين أو زبدة أو سمن، ديروا واش حبيتوا كامل يعطوا نفس النتيجة، وكملي الكيلة بالزيت. نبسس العجينة تاعي جيدا على الأقل 5 دقائق، بقاو حكوا فيها بيديكم تقريبا واحد 5 إلى 3 إلى 5 دقائق. حكوها كما هاك بهذه الطريقة حتى تحسوا انه هذيك الفرينة تشربت كامل لدام درناه. هذا هو أول سر باش تجيكم العجينة تاعكم هشيشة. هنايا بعد ما بسستها كما راكم تشوفوا عندي حبة نتاع بيض، وستلها تقريبا ربع كاس نتاع ماء الزهر، ونخلطها ونضيفها على الخليط. راني خلطتها وضفتها على الخليط. وهنا ثاني عندي نصف كاس نتاع ماء، ونبدا نلم بهذه الطريقه. شوفوا تلموا باصابعكم ومن بعد تخلطوا بالاصابع تاعكم بعد تلموا. كما شفتوا مجموع نتاع السوائل ما بين ماء الزهر والبيضاء والماء، درت كاس بقالي منه ربع. لازم العجينه تاعكم تجي طريه، تبالكم باللي طريه ياسر، ما تخافوش راهي كي تريح راهي تشرب العجينه. بعدها غلفتها ودرتها ترتاح. ديروها ترتاح في الثلاجة، ضروري البنات ديروها في الثلاجة ما تخلوهاش برا. هنايا نروحوا نحضروا الحشو. درت كاس ناقص شوية نتاع كاوكاو 3 مرات كما راكم تشوفوا. هذا المقدار راح يجيكم قد مع نصف كاس نتاع سكر، مع الفانيليا ملعقة صغيرة فانيليا، وملعقة صغيرة نتاع مرقرين. وتقدروا ثاني ديروا لها القرفة باش تنكوها بالقرفة. انا نسيتها القرفة، ننصحكم ديروها لانه تعطي ذوق هايل للحشو. حركت كما راكم تشوفوا، ونبدا نضيف في ماء الزهر بالتدريج، ما تضيفوش دفعة واحدة، من الاحسن ديروه مباشرة من القرعة كما راني درت. والأغلبية الحشو يبقاو يعركوا فيه حتى يخرج الزيت. هنايا راهي أكبر غلطة، لازم تبقاي تفتلي به. شوفوا كيفاش راني ندير، تفتلي بالأصابع وتلمي، تفتلي بالأصابع وتلمي حتى تتكون لك عجينة، راهي تتكون لك وحدها. يعني وانتي راكي تخدمي راهي تتكون لك وحدها، مش انك تبداي تعجني وتعركي حتى يخرج الزيت. كما عارفين بلي الكاوكاو راه فيه كميه كبيره من الزيت، اذا خرج لك الزيت من الكاوكاو خلاص الحشو تاعك مش راح يجيك زين. ابقى يضيفي بشويه وقفتلي ولمي حتى تتحصلوا على حشو يكون طري ثاني ياسر، لانه راح نديروه يرتاح. كي يرتاح راح يتلم لك. هنا ايضا غلفت الحشو وكي يبان لكم كي راني درتو في الكيس كيفاش يجي طري. لازم ديروه طري ياسر. شوفوا كيفاش يكون الحشو. اكيد تخلوه يرتاح برا ماشي في الثلاجه، اما العجينه لازم تخلوها في الثلاجه. من بعد اوزنوها 32 غرام الى 33 غرام. هنايا هذه الكميه اللي عطاتها لي 23 حبه. وبالنسبه للحشو اوزنوه 15 غرام. وبالنسبه للحشو اوزنوه من 15 الى 16 17 حتى 18 غرام على حساب الرغبه نتاعك، تحبيه يكون معمر ولا لا. 15 راه يجي لاباس. كاين حتى اللي يوزنوه 12 غرام، يعني تبقى على حساب الرغبه نتاعك وعلى حساب الامكانيات تاعك وعلى حساب كميه الكاوكاو اللي عندك. وهنايا الحشو لازم
كي نكونوا رايحين نخدموا باش توزنوهم، ما توزنوهمش مسبقا. اما الكويرات اوزنوهم مسبقا، خلوهم يرتاحوا وبعد باش نبداو نخدموا فيهم. انا هنايا كنت قاصبه وزنتهم كامل مع بعضهم وخدمت مباشره. وهنايا بالنسبه لي ما عندهاش الميزان، هاني قربت لكم تشوفوها، ديروها عينكم ميزانكم بهذا الحجم. كما قلت لكم نخلو من الافضل تخلوا العجينه ترتاح، كل ما ترتاح كل ما تعطيك الطوع احسن واحسن. واذا كنتي ثقيله في الخدمه من الاحسن ديريها في الثلاجه وتبداي تجبدي بالخمس حبات وتخدمي هكذاك باش ما تطلقلكش اليدام نتاعك. هنايا نفتحوها رقوها قد ما تقدروا. الشراك كيكون مسكر ولا كيكون عريان، من الاحسن ترقوها قد ما تقدروا باش تجي مورقه. اما اذا كنتوا راح نديروا الكلاصاج ما ترقوهاش ياسر باش هم بعد ما يبقاش هذوك الجلوف تتقشر لكم، يعني هذوك القشور يهبطوا لكم في الكلاصاج. كي تكوني تشكلي لازم تضغطي بهذه الطريقه، ضغطي مليح وشكليها بهذه الطريقه اللي موضحه. وشوفوا الحجم تاعهم جاء قد يعني ما هم كبار ياسر ما هم صغار. هنايا عندي صفار حبه بيض، زدت له شويه تاع ماء الزهر وزدت له شويه نتاع فانيليا باش نحو من ريحه هذيك البيض. ندهن الحبه وحاولوا انكم تدهنوها كامل في الاتجاهات. انا هنايا راني نصور نسيت هذيك الجهه. هنايا من الأحسن ثاني كي تكونوا تدهنوا في الحبة في كوبات ادهنوا، ومن بعد ارفعي الحبة تاعك ديريها في كوبات أخرى وديري الحشو هكذاك باش ما يلزقلكش. ديري الكاوكاو هكذاك باش ما يلزقلكش الكاوكاو في هذاك البيض. هنايا كاينين حبات درتهم في الكاوكاو إفيلي وحبات درتهم في الكاوكاو اللي عادي مرحي. الكاوكاو تاعكم كي ترحوه صيروه بالصيار، هذا الخشين زينوه به والرقيق ديروه في الحشو. وثاني من الأحسن هنايا تخلوهم يرتاحوا هكذاك باش يبقاو محافظين على الشكل تاعهم. كما قلت لكم أنا كنت قاصبة بهم، خدمتهم على الوحدة تاع الليل، يعني طيبت مباشرة ما خليتها ترتاح ما والو. وهذا هو شكلهم كما راكم تشوفوا. وهنايا النوع الثالث كما راكم تشوفوا طريقة التشكيل تاعو سهلة، ديروها كويرات ديروها في هذا المول، تخلوهم يرتاحوا، يعني تكملي كامل الحبات تاعك باش تبداي تنقشي فيهم بالنقاش اللي يكون صغير الشكل السامبل بهذه الطريقة. وثاني من الأحسن تخلوهم يرتاحوا هكذاك باش هذاك النقش يبقى محافظ على الشكل تاعو. أنا طيبتهم كما قلت لكم مباشرة. شوفوا الشكل تاعهم كيفاش يجي. هنايا هذا المسكر شوفوا كيفاش حتى وطيبتهم مباشرة بقاو محافظين على الشكل تاعهم. طيبهم على 180 درجة في الرف الوسطاني، يحمروا من تحت شوية طفي وشعلي من الفوق قدر ما يصفاروا فقط. ياسر اللي يجيهم الحشو تاعهم ولا العجينة تاعهم من الداخل يابسين لأنهم يكثروا لهم طياب. هنايا التسكر واضح، إذا حبيتوه بالتفصيل الممل شراك المسكر اكتبي شراك مسكر نايلي راح تخرج لك الوصفة وأقراي التعليق ما كانش هذيك الوصفه اللي جربتها وما نجحت لهاش. وهنايا هذا المعسل وهم سخونين عسلوهم مباشره. وهذا هو شكلهم النهائي. والله البنات يجي من اروع ما يكون، صح ما تشبعيش منه وساهلين ما يدوش كامل الوقت. يعني تقدري في وقفه وانتي حضرتيهم تقدري تحضريهم لضياف جايين على قيله ماكش طايقه تخدمي ياسر انواع كما انا درت، ولا اللي كنتي تفطري بهم. وكما قلت لكم انا كانت خدمت لي 23 حبه المجموع كامل. ان شاء الله تكون عجبكم الفيديو، عجبتكم الوصفه. ما تنسوش ديروا اعجاب للفيديو. نقول لكم الى فيديوهات او وصفات قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.